مرحبا شباب، شلونكم؟ اليوم معكم حسن من صفحة ألعاب الأندرويد. شباب طبعا هذا الشرح أنا آسف على التأخير مال هذا البرنامج هندسة الصوتية. طبعا طلبوني من يمه وحتى اجوني على صفحتي من صفحة ألعاب الأندرويد، قالوا انت مو عادتنا تنزل الشرح وهكذا. بس شباب والله يعني فقط بهذا البرنامج يصير صعوبات، يعني شلون ما يصور مثل ما يصور من داخل الجهاز، لازم اجيب يعني موبايل ثاني واصور، وهذا الشي يعني شوي يتعب بالنقل، يعني بالنقل من الهاتف للهاتف وهكذا. فاليوم ان شاء الله راح اسوي لكم الشرح. المهم ندخل على البرنامج. هسه من تدخل البرنامج راح يطلع لك هكذا، مثل اذا تريد تسوي حافظة جديدة على مود تسجل تضغط على هذه، اوكي. وهنا اذا مثل تريد انت تفعل الصدى وهكذا. اذا تريد تسجل هذا يعني موجودة عندك. اذا تريد تضيف الصوت عندك، مثلا سجلته انت، من تسجلت تضيفه تضغط على هذه وتروح على هذه. شوفوها هذه الاصوات، مثلا انت تختار، مثلا انا اختار، مثلا اختاريت هذا الصوت، اضغط عليه هكذا صح، انطي اوكي. امسح هسه هذه الحافظة الفوق، مثلا اجي اشغل الصوت. وعند احلام انزل على البيت وهذا اكبر احلامي. المهم طبعا وقفت الصوت. مثلا اذا تريد تسوي له صدى، تضغط على هذه، اوكي، تروح هنا هذه على هذه الزائد. هسه هنا انت طلع لك ايش تختار. مثلا اختار هذا الاول واحد هو الصدى، وهنا انت بعد تتحكم. شوفوا، وهذه هم عندك تتحكم. طبعا هنا يصير الصدى اذا تتحكم بهذا، هذا لا ترجع، هذا لا ترجع يعني العفو اسوي هنا، وهذا بعد انت عدل بيه. يعني انا عندي احلى شي هو هذا ما الصدى. مثلا نجي هنا هسه نشغله. وعند احلام انزل على البيت وهذا اكبر احلامي. يا البيت اللي فيك تربيت خلقة عمري. شفت شلون يعني صار الصدى. وهذا عندك هنا اذا تريد تعلي الصوت وتنصي، اوكي. وهاي قلت لكم يعني بعد انت تتحكم بيها. بس الصوت طالع عندك يعني مو حلو، انه ترجع يعني بعد هذا على الزائد وتختار. مثلا اختار هذه، هذا انت اللي عندك كلهن تقدر تختار من يمهن. شوفوا هذه كلهن تقدر تختار. المهم مثل هذا يعني شلون يكرر لك صوتك. هم تسوي هكذا مثلا ان شاء الله. وعند احلام انزل على البيت وعند احلام انزل على البيت وهذا اكبر احلامي. شفت شلون يعني يكرر لك صوت، مثل يقول احلامه احلامه البيت هكذا. يعني هذا هم شي، هذا يعني هذا كلش حلو. هم تجي بعد انت تتحكم بهذا، وبي عندك هم هنا. المهم وبي بعد يعني هواي اشياء، مثل هذه هم تتحكم بها انت. تعرف هذا كتم صوت هذه، وهذا هم هنا. شوفوا مثلا تسوي هكذا. المهم تريد هذا هنا الضخم الصوت، اذا تنزلها جوا يضخم الصوت. هذا اذا تريد انت تسجل من داخل البرنامج وتريد تسمع صوتك، يحتاج من تريد تسجل فقط يحتاج سماعة، اي سماعة عندك، اوكي. مثل هذا مثلا نجيب هذين السماعات هم يصير. طبعا هسه انا شكلتها هذه باذني، مثلا اقول حسن العفو هذه لازم اشغل هذه افعلها، وانت ناظل تتحكم. حسن ما اعرف هسه جاي يطلع لكم الصوت ام لا. حسن يعني. وانت هنا قلت لكم بعد تتحكم بهذه، العفو تتحكم بهذه. المهم شباب طبعا هذا الشرح كان اليوم فقط، بس حبيت اقول لكم. واعذروني اني قبل شهرين هم نزلت الشرح، والشرح كان يعني مو واضح، فقط بس حبيت انبهكم عليه واقول لكم. فاعذروني، يعني انا قبل شهرين نزلت اعتقد هيك يعني، ولازم انا يعني برا بيومين لازم انزل، وتاخرت كلش. يلا شباب ان شاء الله تنظرون المقاطع الجاية. باي.